غسول كولانوج للبشرة الدهنية والمختلطة أو زي ما بيقولوا عليه غسول كولانوج الأخضر. هو بيقدم لنا وعود كتير جدا جدا لعلاج تقريبا كل مشاكل البشرة الدهنية أو المختلطة أو حتى كمان المعرضة للحبوب. غسول كولانوج الأخضر هو 200 مللي، سعره تقريبا دلوقتي وصل ل 180 جنيه. من أهم مكونات غسول كولانوج إن هو بيحتوي على بانسينول ولانولين، بيعمل ترطيب كده خفيف للبشرة الدهنية والمختلطة. في كمان فيتامين سي وفيتامين اي، كمان بيعمل على تقشير خفيف لأنه بيحتوي على احماض فواكه كتيره جدا. كمان خلاصه العرق سوس عشان يديكي شويه نضاره كده للبشره. طب افضل طريقه لاستخدامه في فصل الشتاء هي مره واحده بس في اليوم كفايه جدا. لو انت في الصيف طبعا استخدميه مرتين وممكن 3 مرات، مفيش اي مشكله خالص. طريقه استخدامه لو انت بشرتك دهنيه قوي، حاولي تغسلي بشرتك بميه دافيه وحاولي ان انت تعرضيها لشويه بخار حتى لو دقيقتين كده عشان يفتح لك المسام وينظف بعمق. هتبتدي تعملي مساج من دقيقه لدقيقتين، وركزي قوي في مساج على المناطق الدهنيه زي مثلا الانف، الدقن، ومنطقه التيزون عامه. يعني هتلاقي منه نتيجه مبهره جدا جدا. بعد كده ابتدي اشطفي بشرتك، هتلاقي بشره منوره حاجه تانية خالص. قبل ما ندخل على اي تفاصيل عايزه اقول لكم بس الفرق بين غسول كولانوج الاخضر والغسولات التانية عشان ما تتلخبطوش. الغسول اللي هو بيكون فيه خط بينك ده مخصص للبشره الحساسه جدا، يعني انت برضو لو بشرتك مختلطه وحساسه ممكن ان انت تستخدميه. غسول كولانوج اللي هو فيه خط ازرق ده مخصص للبشره الجافه. بصوا يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم هقول لكم الوعود، وعد الكولانوج بيوعده لنا، واقول لكم تاثيره هو فعلا الكلام ده صح ولا لا. واول وعد ان هو بينظف البشره كويس جدا وبيقشرها وبيزلك خلايا الجلد الميته، كمان بينظف لك اثار الميك اب اللي هي بتكون جوه في بشرتنا احنا مش شايفينها، وكمان بينظفها لك من الاتربه ومن الدهون. الكلام ده صح 100%. تاني وعد هو بيصغر حجم المسام ومش بيسدها. عايزه اقول لك هو بيصغر حجم المسام الى حد ما بس ممكن يسدها، فعشان كده انا لازم استخدم معاه مقشر مرتين او 3 مرات حتى في الاسبوع خصوصا في فصل الصيف. تالت وعد ان هو بيتحكم في افراز دهون البشره. الوعد ده يعني الى حد ما وسط، مش مصداقيه قوي، لان انا لغايه دلوقتي ما قابلنيش اي غسول البشره المختلطه والدهنيه بشكل كامل في دهون البشره. يعني حتى لو كان ساعه ساعتين خصوصا في فصل الصيف هي اخري ساعه، والغسول ده برده كمان بيتحكم في الدهون في اول يعني ساعه ساعتين كده. رابع وعد ان هو بيحمي البشره المعرضه للحبوب من ظهور الحبوب، او ان هو بيعالج الحبوب بالفعل. هو ممكن يحمي بشرتنا من ظهور الحبوب لو انت داومتي عليه بصراحه واستخدمتي مكشرات وكريمات خاصه بالبشره الدهنيه. نقطه ان هو بيعالج الحبوب، لا هو ممكن كمان يطلع لك حبوب. يعني دي كمان من عيوب ان هو بيطلع لك حبوب صغننه كده في الاطراف الاكثر دهنيه في بشرتك، او لو اماكن مثلا دايما بيطلع لك فيها حبوب هتلاقيه يطلع لك حبوب صغننه، بس داومي برده عليه هو هيقضي عليها. لكن لو انت بشرتك بتعاني من حبوب، مشاكل حبوب كتيره يعني، والموضوع ده على طول معاكي، لا هو لوحده مش هيعمل اي حاجه. السؤال الأهم هنا، غسول كولانوج للبشرة الدهنية أو المختلطة هو بيسبب حساسية للبشرة؟ اعملي سيرش وتشوفي المكونات بتاعته. لو انت عارفة ان في مكون بيعملك حساسية الأفضل ما تجيبيهوش طبعا. لو الموضوع تمام خلاص هاتيه، بجد أنصح فيه، هو حلو جدا جدا للبشرة خصوصا في فصل الشتاء، جميل جدا مريح قوي، استخدامه مريح. عارفين كده لما تكون عندك غسول كده مسالم مش بيحب يعمل مشاكل، هو ده غسول كولانوج.